بإنذار رسمي على يد محضر بهذه الطلبات، وسنتقدم إلى السيد المستشار النائب العام هشام بيك بركات بعريضة مرفق بها صور من هذه الاستمارات، وسوف نودع هذه الاستمارات صور منها في قسم قصر النيل بمحضر إثبات حالة لنتوقع كل هذه الألاعيب التي يمكن أن تحدث. طيب، تقدمنا بالطلبات. ماذا على الأستاذ سامع عاشور أن يفعل؟ الأستاذ سامع عاشور وفقا لقانون المحاماة عليه أن يدعو خلال 30 يوم. بس ما نقلبهاش هزار بقى ونقول نقدم له يوم 17 يقول لك طب تعالوا اجتمعوا يوم 18. فهذه جمعية يجب أن يدعى إليها بجدية. فنحن لما نطلب من الأستاذ سامع عاشور أن يحترم لمرة واحدة قانون المحاماة، وأن يعمل ترتيبات الجمعية العمومية، وأن يعلن في الصحف عن الموعد الذي سيحدده مرتين في جلدتين، عشان هم فاهمين القانون غلط. يعلن في جلدتين في يوم واحد، لا يا استاذ سامح، القانون اللائحه التنفيذيه بتاعت نقابه المحامين بتقول لك مرتين في جلدتين.